أهلا جماعة. طبعا اليوم راح أحكي لكم على قصتي مع العنصرية. طبعا مو عنصرية من ناحية البشرة، عنصرية من ناحية الجنس. طبعا في نوع من الروضات يصيروا مخيم صيفي في العطلة فجأة. ما أدري كيف، بس المهم يصيروا كذا. فأنا قررت أروح عشان ألعب مع أصحابي ما دامهم راح يجوا بالتابلت حقي بالألعاب. فيوم من الأيام كنا نلعب، كان في غرفة الأولاد وغرفة البنات. طبعا عارفين يعني غرفة الأولاد. المهم غرفة الأولاد كان فيها أولا سخونة تحسسك أنك مكان الشمعة لما تذوب. ثانيا كان عندنا خيارين في الجلوس، يا أن نجلسوا في الأرض يا أن نجلسوا في الكراسي. أوكي، كان في مخدات، بس يا أنهم أخذوها منا ويا أنهم كانوا أسخن من الفحم. صراحة ما أتذكر حوار المخدات كويس، بس ثالثا أخذوا منا التابلت عشان كانوا يقولوا أنكم تسووا إزعاج، وهم كانوا في آخر الدنيا. سألوني مين؟ العمالة. المهم مؤنث كلمة العمال. والمفترض الحين تقولوا انه المفترض يساوونا مع البنات لانه نفس الشيء لازم العدل، بس انا لا. قلت لكم انه كان في عمالة مو عمال، يعني البنات عندهم تدليع لانهم يتشاركوا العمالة والبنات. فكمان كان عندهم البنت اللي كانت بنت المديرة، لا 2 من بنت المديرة مو واحد كمان. كان عندهم بطاقة VIP مو مؤقتة للأبد، أبد الأبدي. عشان كده كان عندهم مكيف ضد السخونة العجيبة اللي كانت عندنا. شيء بسيط جدا، ما فقدت عقلي لسه. وكمان كان عندهم فراش، غلط، قصدي أفرشة. يعني مو واحد ملصقين فيه كله، كل وحدة عندها فراش. السؤال هو ليش؟ وكمان كان عندهم مدة لا نهائية بالتابلت رغم الإزعاج اللي كانوا يسووه. فهل هذا عدل؟ فأول فيديو دقيقتين في القناة وسلام. أقصد بقى.